مساء الفل. ولادنا بيكبروا شويه بشويه وبيبتدوا يسالوا اسئله احنا نستغرب نرد عليها ازاي. واحد من الاسئله الشهيره جدا هو ربنا شكله ايه؟ ربنا شكله ايه ده من الاسئله الصعبه اللي الاهل ما بتعرفش تجاوب عليها، وهو اصلا السؤال ما بينفعش نجاوب عليه عشان هو ما فيش حاجه نشبه بيها ربنا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لانه ما ينفعش نشبهه بحاجه، فمش هينفع نخليهم يتخيلوا، لان احنا مخنا بيتخيل الحاجه اللي شاف زيها قبل كده. فلما اقول لك انا هجيب لك كوبايه فانت او هجيب لك مج، المج ده عباره عن ايه؟ ده شبه الكوبايه كده، فانت هيجي في بالك شكل المج حتى لو عمرك ما شفته هتتخيل انه شبه الكوبايه. لما اقول لك زهره النرجس مثلا فانت ما شفتهاش قبل كده وما تعرفش شكلها ايه، ولكني هقول لك هي ورده وبيبقى زي الورده كده، فهتتخيل انها ورده ولكن ليها اكيد شكل مختلف شويه عن الورده. فاحنا دايما بنتخيل الحاجه باشباهها وبمثلها، ولان ربنا سبحانه وتعالى ملوش شبيه وملوش مثل ولا مثل، فاحنا مش هينفع نتخيل شكله هيبقى عامل ازاي او شكله عامل ازاي. فعلشان كده بنطلب من ولادنا ما تركزش قوي في الحته دي عشان ما تتعبش نفسك، لانك مش هتعرف توصل فيها لحاجه لان مخك مش هيتخيل حاجات شبهها. ونشرح الموضوع ببساطه زي ما قلت دلوقتي. سؤال تاني هو ربنا ازاي شايفنا كلنا في نفس الوقت طول الوقت؟ هنرد عليه بان احنا ما في كاميرات دلوقتي حديثه جدا بتشوف مئات الاشخاص في نفس الوقت، وفي ساتلايت او قمر صناعي بيشوف الاف وملايين الاشخاص في نفس الوقت. فلما يكون ده قدره الانسان المخلوق البشري العادي عرف يوصل ويطورها ويخلق ويعمل يصنع الحاجات دي، يبقى اكيد ربنا الاعلم مننا واللي خلقناه يعرف يعمل حاجات اكتر من كده بكتير. فالموضوع مش غريب ويقدر يشوفنا كلنا في نفس الوقت بتفاصيلنا عادي جدا لما الكاميرات بتعمل ده. سؤال كمان هو ليه ما يبقاش عندي 2 بابا ولا يبقى عندي 2 ماما؟ ليه فكرة ان يبقى واحد يتجوز واحد من نفس الجنس؟ ليه ده ما بيعملوش عادي؟ هنقول ان ربنا خلقنا كلنا راجل وست، والطبيعي ان الراجل عنده حاجات في جسمه وفي نفسيته وفي شخصيته مختلفة عن الحاجات اللي فيها الست، وهم اتخلقوا بالنموذج ده عشان يكملوا بعض ويعرفوا يكونوا اسره، وتبقى الاسره هنا اسره طبيعيه واسره مريحه للاطفال اللي فيها. واحنا لو بصينا هنلاقي الكائنات الحيه كلها ذكر وانثى، والذكر بيتجوز الانثى عشان يعملوا اسره وعشان يطلعوا نسل جديد. لكن لما يبقى 2 ذكور مع بعض او 2 اناث مع بعض مش هيطلع منهم اي نسل. طب ما في اسر بتخلف كده، ما بتخلفش بطريقه طبيعيه عشان دي مش خلقه ربنا، وهيظل اللي عنده 2 اب مفتقد حنان الام وافكار الام ووجود الام، وهيظل اللي عنده 2 ام مفتقد لوجود الاب وشخصيه الراجل وسطوته وقدرته على تربيه الذكور اللي في البيت ده. وبالتالي خلقه ربنا هي الصح، وهو ده النموذج الطبيعي اللي احنا بنتربى عليه واللي احنا بيبقى موجود طبيعي في حياتنا. لكن فكره ان انا يبقى عندي 2 بابا و2 ماما وكل عايز يعمل حاجه بيعملها، دي فكره مش منطقيه وتخالف الفطره الانسانيه اللي ربنا خلق الناس عليها. دمتم بصحه وسعاده.